نفى الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق قيام لاعب الزمالك بالتمرد ورفضهم نزول الملعب، لافتًا هؤلاء يلعبون لنادي كبير ولجماهير بالملايين. وقال فاروق جعفر خلال برنامج بوكس 2 بوكس مع الإعلام محمد شبانه على اتسيترا: أرفض مواجهة بيراميدز غدا بالناشئين في ظل تشكيلة السماوي الحالية، ولا بد من تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل تقديم أفضل مستوى خلال اللقاء. وتابع: الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة في الوقت الحالي، ويجب التعاقد مع لاعبين جدد لسد حجز الفريق في الناحية اليسرى ومدافع قوى في وسط الملعب ومهاجم أجنبي. وضاف جعفر أن الزمالك في حاجة إلى لجنة لإدارة الكرة، والنادي الأهلي لديه أيضا لجنة للتخطيط، والمجالس لا تدير كرة القدم.